شنيرو دوما الارهاب يا اللي شنيرو هشام عبود باش يديرو دوما الارهاب يا كنا دائما نتسائلوا ونقولوا واش بيه تبو ما يروحش يصلي، واش بيه تبو ما يروحش يصلي، لا في العيد لا في رمضان لا في كذا. وكنت أعطيت قلت أنا كاين فرضيات، لأنه راجل ماهوش مسلم هو حر، ولكن راهو يتناقض مع الدستور. الفرضية الثانية قلنا إنه السيد هذايا ما يصليش، مسلم بصح ما يصليش كوم بوكو دو ميسيلمان، بزاف مسلمين ما يصليوش. البيخو معروف عليه، البيخو معروف على تبون شغل ولا واحد يسالو حاجه وحده نطلبوها له، انه كي يخبط لازم الصباح ينوض خدام، راهو يخلص بزاف، راهو يدي راتب شهري بالبزاف، الكتروش راهو يسقام بزاف في الخزنه العموميه، دونك يلزموه يخدم، بصح ما يحاسبو ما يخدمش. الجزائر كلها عايشه هكذاك باراديزي، ملي جا سي خويا كان ديجا حبس زاد باراديزي الستبون. وقلت تاني من ضمن الفرضيات انه يحتمل انه ما يقدرش يسجد، عنده مرض في رجله، وهذا هو الواقع، هذا اللي تكشف اليوم، وحاولوا صحافة بدرو يخبيوها. في البث المباشر بان، علاش بان قاعد السيد، هاي الصورة البث المباشر كان قاعد، خدات الصورة ها قاعد، الاخرين قاع في الارض، باش يجري حاس الله ياه مليح، شغلو بينو وبين مولاه، رفض يدير عمره كي كان على بضع مترات على قبر الرسول على بيت مكة، ما نروحش ما نديرش عمره، بصح دار أذكارها في السعودية، قال لك باش يستقبلوا بن سلمان، باش دخل بن سلمان وربي الشي ما تعدو ماشي على جال بن سلمان ما تعدوش ما تروحش لمكة، المهم شغله ما دخلناش فيه، ولكن ها شوفوا تبون هنا كيف بوجيل راه 94 سنه يا حبيبي، موزي الطول هذا كان باش يهبط ويسجد يروح يريح في دارو احسن له. دونك تبون اليوم بان، ولكن ما يحبوش يستعرفوا به، واش يديروا في التلفزيون؟ هاي ديك الصوره، التصوير شوفوا قدام شوفوا الكراسه راه من اللور، بانهم بلي الناس يشوفوا في الكراسه من اللور، بس الله يروح يرجع يحب السجود قص، سمع الله لمن حمده، هاي بس قص وسيبهم يتحيوا ولا هو ما يشوف. السلام هو قاعد عليكم هذا كيسلم اهو قاعد على كرسي، شوفوا الاخرين سمعت قاعد على كرسي عليك، نقول شوف هذاك اللي تجنبه من تحت حاطين هايديك لا ونزيدوا نعطيكم صورة أخرى باش تبان كيفاش السيد يعني كان قاعد. شوفوا هذوما على اليمين كيفاش قاعدين تحت، وهو أوجيل بالفوق، يعني قاعدين على كراسي. علاش تزور؟ ما تصوروش يصليو في لا هما في وقت التحية ما كانش، وقت السجود ما كانش،
تاخذ تحيه وسجود وكذا، هذه حاجه بين العبد ومولاه. تمشوا تزوروا كذا، ما يلزمش نعرفوا، الشعب ما يلزمش يعرف بلي الراجل هذا راه مريض من رجله. تبون مرض من رجله من النهار اللي راح، اللي ضربوا الكوفيد. والكوفيد وعلاش ضرب تبون؟ لانه تبون مريض بالرواري، عنده مرض في الرواري، في لي بومون ديالو مرض كبير. المرض هذايا سون برونشيت كرونيك اللي عنده، لانه هذا المرض يمس المدخنين، هو يتكيف بزاف، كيف بزاف. كنت عنده مرض النهار اللي جا الكوفيد صحو. للاسف ما داش انه الموت، قال لك تدي ورده تشمها، حاشاك من الموت ما تديش الزبله تخمها، ولهذا خلات تبون ما بداتش تديه. هذا هو الواقع عندنا، هذا هو الواقع. الموت تدي الورد، ما تديش حاشاكم القمامه. نعم، لانه اليوم يجوا يزورونا حتى يعني مونتاج، نحي كذا حتى كذا، لانه هذا مداير نطاف المخابرات هما اللي، والمخابرات في نفس الوقت يسقوا فيه، يضربوا منا ويبربروا منه، يضرب ويبربر. هاي الكلام بعد يقول لك حريه صحافه وحريه تعبير وحريه كذا. لانه الناس تعرف علاش تخبي على الشعب انه الراجل هذا راهو معوق، ماشي عيب. احنا نروحوا للجوامع يشوفوا الناس. انا كان وقت من الاوقات والناس يعرفوني ندخل جامع في ربيع نصلي، قال لي اني ذاك الوقت كنت درت عمليه السياتيك، ما نقدرش نسجد وما نقدرش نبقى واقف بزاف، ما نقدرش نبقى قاعد في الارض، لازم نقعد على كرسي. وبزاف ناس قال مع الكراسه وين راهو العيب؟ حتى عيب، كاين حتى عيب. والسيده كاش يروح الجامع غير على هذه، هاك اليوم راح قاعد على كرسي وتكشفت الباسكه فوالا. وعلاش قاعدين تصوروا وديروا في لي مونتاج وديروا في كذا. وديجا الراجل على بالنا بيه عنده مشكل في رجلو، من نهار اللي وصل جا من المان شفنا رجلو كيفاش يدير فيها. بعد نهار اللي راح لتركيا شوفوا كيفاش رجل تروح دروات، رجل تروح على غوش، ومن بعد يكون يمشي على غوش تاع اردوغان، يولي يمشي على دروات ديالو ويمسح في نيفو خنونه تسيل. الله لا يرحم فيك اعظم يا القايد صالح اللي درتنا هذه المصيبه هذه. الله لا يرحم فيها اعظم هذا القايد صالح. هذا انا نقول لانه الجزائر فوق كل شيء، فوق كل اعتبار. انه القايد صالح سال الجزائر وسال الشهداء وخان عهد الشهداء وخان عهد المجاهدين، لانه ذا كله باش يحمي ولاده ويحمي روحه من السرقه اللي سرق. ولاده اليوم مخطوفين. دارك نشوف. نعديو دائما موضوع اخر. المهم بعد نرجعوا للفضيحه الكبرى. نروحوا نشوفوا واش راهم يديروا السفراء الغربيين في الجزائر بعد الفاصل.